مرحبا، كيفكن؟ شو اخباركم؟ رسالة لكم جديد اليوم. رمضان قرب 3 ايام ان شاء الله بيجي رمضان. فاليوم الاحد بشوف كيف بشكل المطبخ بعد ما خلصت البيت تمريض. عملت فنجان نسكافيه، قلت مش عم بلش بالطبخة. اليوم جاي بالي بدي اعمل المسخن، بس الاولاد ما بيحبوه، فالاولاد بدي اعمل لهم بطاطا مقلية. وانا اشوف عندي هيك شغلتين بالمطبخ تجهيز لرمضان، خليني اعملهم معكم، شارككم معكم لانه صار لي زمان ما صورت لكم هي الفيديوهات. اول شي هون بدي اقطع البصل عشان نبلش فيه نسخن اول شي. طبعا اختيار تقطيع البصل انا عملت بصور معكم قبل مرة. بقطعه يا طرنشات يا اما مربعات كبيرة، برجع بقليه بزيت الزيتون. وبعدين بكون هلا بيعملوا بشيش، في عالم بتعملوا بفخاد. انا بحبه لقيته يعني اضبط شي بشيش، هيك سندويشات مثل الشاورما، وسريع وما بياكل وقت، وكتير بيطلع بنفس الوقت كتير طيب. كمية بصل، هلا كل ما كان البصل كتير بالمسخن كملوا لي اياه اطيب. هذا الشيء اختياري طبعا. في البصل بيقول البصل الاحمر لسه اطيب من الابيض، بس انا دائما ما بستعمل غير البصل، ما بعرف اصلا شو الفرق بيناتهم بصراحة، يعني البصل الاحمر لشو البصل الابيض لشو، ما عندي هاي الخبرة بهاي القصص. ف بستعمل دائما هذا البصل الابيض. بعد ما خلصتهم حطيت زيت الزيتون، طبعا هون حطيت الاساس بفت بالمسخن هو زيت الزيتون. حطيت كمية منيحة وبلشت قليت البصل. بعد ما قليت البصل كنت فارمة الشيش وغسلته وحطيته بالمصفاية عشان بعد ما يعني بيدبل البصل مزبوط بشيله وبقلي الشيش، وبعدين برجع بحطه فوق. هيك مثل ما قلت لكم، يعني هذيك كم شغلة بدي اعملها بالمطبخ لرمضان، بما انه اليوم بدي اقلي بطاطا، فبدي اشغل مثل ما بيقولوا انه تطلع ريحة القلي وهيك. فقلت خليني اقلي كمان الخبز، كمية خبز منيحة لرمضان. انا دائما كل سنة بقلي كمية كبيرة. مثلا ربطتين خبز، عندي ربطتين خبز بايتات خليتهم بالبراد مشان اقليهم يعني خبز للفتوش، فقليتهم اليوم. مع انه مثل ما قلت لكم بدي اقلي البطاطا وهيك. هلا انا دائما ما بحب اقلي بالمطبخ، دائما القلي دائما يعني بحب اقلي على البرندة. فكنت بحط الغاز، عندي هذا الغاز الصغير حطيته، حطيت الطنجرة وقليت البطاطا للولاد، وكان عندي كم قرص كبة، وقلت بقلي الخبزات كمان. قليت تقريبا شي ربطتين خبز، يعني كمية منيحة ممكن يكفوني نص رمضان او رمضان كله، ما بعرف اذا الله خلانا وعطانا عمر طبعا. بس قليت يعني هيك برتاح، مو كل نهار الواحد بده يشغل يقلي خبز الفتوش. خلاص هيك بضمن انه انا ما بدي بكون موجود، او حتى للفتات، او يعني بكونوا متوفرين بالبراد. حتى ما بيصير له يعني اذا بضل شهرين 3 4 في البراد الخبز بهي الطريقة، ما بيصير له شيء ابدا. المهم انه يتركه يبرد وحطه بمطائية وحطوا له محارم من تحت ومن فوق. هلا تشوفوا على كلهم بالفيديو كيف كمان قليتهم وحطيتهم. هون بعد ما خلصت حطيت الشيش وكمان طبخته، بعدين حطيت مع البصل، يعني حطيت قليت كل شي لحال، طبخت كل شي لحال، بعدين طبقتهم فوق بعضهم. هون حطيت لهم شوية صنوبر هيك بيعطيه طعمة طيبة. طبعا البهارات الملح والفلفل والسمان، اخر شي بدي شوية دبس رمان. فلفلة حمراء فيكم تحطوا له، يعني البهارات اللي بتحبوها. وعملته خبز الترتيل الاسمر، هيك سندويشات على السريع. هلا انا المكسرات بس بلشت هيك بلشت تحمر شيء فورا بطفي تحتها لحالها، هي من الحماوة الزيت بترجع بتشقر اكتر يعني. حطيتهم على جنب، قلت خليني عم بقلي البطاطا برا، قلت خليني اقطع الخبز مشان كمان لحقه مع بعد ما بخلص قلي البطاطا والكبة. ما شايفين الخبز عندي يا بايت ما قلت لكم. بحتفظ فيهم، يعني صار لهم تقريبا شيء اسبوعين بالبراد، ما بصير لهم شيء. قلت خليني اقطعهم واقليهم اليوم، بما انه عم بشتغل واشتغل وقاعدين بالبيت وعطلة وما في طلعة. اليوم ما طلعت انا من البيت، بالعادي بنطلع الاحد يعني، بس اليوم الاولاد طلعوا من البيت، اخذوا زوجي مشوار بينما انا ضبيت البيت وخلصت. ومبارح كنت اخذتهم توديعة على حديقة الحيوانات، بما انه اجى رمضان هلا ما عاد فينا نطلع مشاوير يعني وقت طويل كتير لبعد رمضان ان شاء الله. شايفين هون قطع الخبز مربعات، لقيته اظرف شي يعني، وبحب هيك اقطعهم شوي يعني ياسون ماي للوسط صغير مشان وقت الاكل ما تكون قطعة كتير كبيرة.
وعملت هيك كمان شوي اشكال الفيونكة هلا بتشوفوهم، وهيك مثل زجزاج كمان، هدول بس مجرد للتزيين يعني فوق الصحن هيك كمحبي على الوجه، بيطلعوا كمان ظراف كتير. هون عم بقلي البطاطا على البرندة. بتمنى اللي عم يشوفني لأول مرة ما مشترك بالقناة، الاشتراك بالقناة، ضغط على زر اللايك، تفعيل زر الجرس مشان يوصلوا كل فيديو جديد. اليوم الجو كتير حلو، الصبح كان شتي بس بعد الظهر أجعت وصار الجو حلو، هيك بلش عنا الجو الحلو، بلش يعني شوي ربيع. هلا هيك بصير يعني درجة الحرارة بلشت شوي تطلع، بصير في شتي. يعني بألمانيا بصير هلا بهذا الفترة بصير في أمطار كتير، بس يعني الجو بصير نوعا ما شوي دافي. هاي البطاطا جبتها طبعا الجاهزة من فرزي، فرزت كمان حتى عبيت مطبقيات صغار، علب صغيرة لرمضان، وقليت لهم شوي للولاد اليوم. كتير بحب هاي البطاطا، بحبوها كتير شي الولاد، وأنا يعني بلاقيها ظريفة وهيك سريعة، وأطيب من البطاطا العادية اللي يعني منقشرة ومقلية. بعد ما خلصت هون عم بعمل سندويش مسخن على السريع، طبعا الولاد ما عم يستنوني وزوجي قاعدوا عم ياكلوا بطاطا وكبة، وانا هون تخليني اعمل كم سندويش مسخن بس الي لانه الولاد ما بحبوه كتير، وزوجي ما كان جاي على باله. طبعا حطيت دائما تحت السخان، هاي الشغلة كتير بلاقيها ظريفة وبتريح، انه دائما نلبس السخان ورق زبدي، هيك ما بتوسخ ابدا. كنت قبل كتير كل ما بدي اعمل شغلي بدي ارجع فكه واجليهم للسخانات تبعواته، فهيك بلاقي انظف واريح، مسحة صغيرة وخلص، وبشيل ورق الزبدة وبكبه. استخدمت التورتيل، خبز التورتيلا الاسمر، صايرة انه بحاول قدر الامكان اني ما استعمل كتير الخبز الابيض. هون خلصنا غدا. طبعا المسخن معه اللبن العيران، بتخليني ضبضب على السريع مشان اخلص كم شغله اللي علي. غسلت هدول جليتهم العلب وكذا ورجعتهم. هون في عندي هي الطواية طبخت فيها كمان، سفلة كان شوي هيك مسود، فاستعملت هذا المنظف البينك، جايبته من محل التدي، كتير ظريفة صراحة، للألمنيو، للسيراميك، للغاز، واستعملته للنحاسيات، رائع. يعني راح تخلص العلبة، فلازم بكرة ان شاء الله، بعد بكرة يعني برمضان اذا صح لي روحه لازم اجيب وحدة تاني. جايب لي زوجي كمان كان جبني، لانه زوجي ما بياكل الجبنة الجاهزة بصراحة، بيقرف منها، فبيحب دائما انه اعمل له اياها بالبيت. انا باكلها ما بفرق معي يعني، ما بعرف، بس هو ما بيحب الجاهزة، فكان جايب لي حليب على اساس اعمل كمان اليوم الجبنة، مع انه قاعد بالبيت، بس انتبهت انه طلعت الدول تبع الجبنة ما بكفوا. لا جايب لي 10 كيلو حليب، 11 كيلو، بس انا راح اعمل 10 وخلي كيلو هيك فريش. فقلت له بكره حطيتهم بالبراد، بكره ان شاء الله بجيب الدواء تبع الجبن كمان مشان اعمل له اياهم قبل رمضان. تعال الواحد على السحور يعني نحن متعودين ناكل نواشف حواضر وهالقصص، يعني ما بناكل طبخ، فيعني لابد من انه اعمل له جبنه، لانه في كثير شغلات هو ما بياكلها وما بيحبها. هون بعدين بعد قلت خليني كمان نكفي الخبزايات الباقيين بعد ما خلصنا غدا وهيك وعم ضبضب، وانا عم ضبضب المطبخ خليني استعملت كم وحدة فيونكة وهيك كم وحدة زجزاج. هلا هو طبعا لو في دكاشات أدان أسهل بكتير من الخيط، بس أنا بصراحة ما كان عندي واليوم أحد، فاستعملت الخيط، لفيت هيك بسرعة وقليتهم. هلا هو بصراحة هاي العملية بده يكون الخبز تازة، أزبط من الخبز البايت، لأنه الخبز البايت بصير بيتكسر، بس يعني ماشي حالهم زبطوا رغم إنه الخبز بايت كان، بس يعني هدول هيك بيطلعوا شكلهم صحن الفتوش، هيك بيحطون واحد على الزوايا كم وحدة، بيطلع كتير شكلهم حلو. مو كل الخبزات طبعا عملتهم هيك، يعني كم وحدة بس للزينة، لأنه إذا بدي أعمل كل الخبز بديش 3 4 ساعات وأنا قاعدة عم لف وفك وأشتغل. شايفين طلع شكلهم كتير حلو، حتى الزجزاج كتير طلع حلو. فكيت الخيط بسهولة عنهم، وكمان ضبيتهم، حطيتهم بصحن صغير وغلفتهم مزبوط، حطيت لهم محارم، وبالبراد ما قلت لكم ما بصير شي، بضلوا شهرين 3 4 اللي هي ما بصير يصير عليهم بلوم بلوم. هلا ممكن الواحد يشغل اكيد راح ممكن احيانا يضطر بده يقلي سمبوس هيك، بده يقلي كبي، بده يقلي، بس يعني الفتوش كل نهار كل نهار. بدنا نعمل فتوش اجباري برمضان، يعني بلا فتوش ما بمشي الحال سفرة رمضان، فهيك بلاقي انه بختصر علي شوية جهد وشوية تعب، وكل نهار ريحة القلي والزيت يعني، بلاقي هاي الطريقة بتريحني. حتى لسه الملفوفة الحمراء أنا بحب كمان أكرم الملفوفة الحمراء وجهزها لرمضان، بس ما كان عندي اليوم،
لازم بكره ان شاء الله وقت بدي اجيب اغراض رمضان رح اجيب كمان الملفوفه واطرمها واجهزها احطها بالبراد كمان بتريح. انا كتير يعني بصراحه بحب الفتوش بحب السلطات بس بدي خلقي من ترمون وبحسهم كتير يعني هيك بيوسخوا الدنيا غير غسيل الخضرة الخس والبقدونس والقصص. فدائما شو بقدر اختصر بختصر على حالي شغل وتعب خلال النهار. هون كنت عم شيل الخيوط شايفين شلون كتير حلوين حطيتهم بالمطبقية حطيتهم بالبراد مع شقفة محلين بعد ما طبختهم بردوا كتير منيح هيك بس. هون تقريبا كنت مخلصة راح اخلص المطبخ بعد ما كبينا وضبضبنا وكل شي خلصت. كان علي شغلة وحدة لسه هون عندي شايفين هاي برداية المطبخ كان جاي عليها كلور فعندي وحدة تانية من نفسها بس بدها تقصير طويل كتير فقلت طالعة اقصرها مشان بكرة ان شاء الله. بس مسحت شباك المطبخ ما ضل عليه تقريبا نظفت انا كل البيت عزلته طلع علي شباك المطبخ بس قلت كمان مشان اشيل البرداية القديمة وبحط هاي البرداية نظيفة فدرست على السريع كمان حطيتها على جنب مشان بكره اظبطها. وصلت تقريبا لنهاية الفيديو هيك حركشة بالمطبخ كم شغلة سريعة بس طبعا هذا الشغل اكل يعني بياكل شي ساعتين ثلاثة بس كان عم تصور لكم مقتطفات كتير صغيرة. بتمنى عم يشوفني لأول مرة الاشتراك بالقناة ضغط على زر اللايك وشوف تابعوني حتى تابعوني حتى وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد بنزله. وبس هيك طول الفيديو الجاي ان شاء الله راح يكون بقى زينة رمضان تحضيرات لرمضان ما قلت لكم ما بحب زين قبل بوقت بحب زين قبل رمضان بنهار او نهارين. كنت اليوم على اساس زين بس قلت خلاص ما بدي من اليوم لانه في تغييرات بدي اعملها فبحب هيك نستقبل اول نهار رمضان يكون كل شيء نظيف وكل شيء مرتب يعني لانه راح اغير اغطية الكنبايات وجاه المخدات وهالقصص. انطروني بفيديوهات تانية استنوا فيديو زينة رمضان ان شاء الله الفيديو الجاي وحركشات يعني. باي بشوفكم فيديوهات تانية سلام.